كده اسرائيل مش قادره تقرب لك، لكن في نفس الوقت انا ما ينفعش اروح لهم برجلي واورط نفسي في حرب مع كل القوى العالميه دي. حماس وحزب الله دول ميليشيات يضربوا براحتهم، لكن انت جيش نظامي خاضع لاتفاقيات دوليه، انت دوله عندك قواعد عسكريه ثابته، عندك اقتصاد، عندك شعب في رقبتك، انت دلوقتي الدوله الوحيده اللي واقفه لهم زي الشوكه في الزور. انت ما قدامكش دلوقتي غير انك تعمل ضغط عالمي على اسرائيل عشان توقف اطلاق النار، لان اللي بيحصل النهارده لاخواتنا في غزه جرائم ضد الانسانيه وفي القانون الدولي مصنفه جرائم حرب. والنهارده بدا يحصل ضغط كبير من الراي العام الاسرائيلي على نتنياهو، بيقولوا له ما تتاجرش بالاسرى وما تحاولش تاخد مكاسب سياسيه على حساب اسرانا، لان حماس معاهم فوق ال 200 اسير فيهم قيادات مهمه جدا في الجيش الاسرائيلي. على سبيل المثال مثلا نمرود اللي كان جايب البوكسر ده من اهم القيادات عندهم، ده قائد حرب الفلنات هناك. فزي ما بقول لك كده مصر بتضغط على اسرائيل عشان توقف اطلاق النار ونبدا بقى مرحله المفاوضات. وعلى فكره بقى ده اللي عايزاه المقاومه الفلسطينيه. حماس عملت ضربتها العسكريه القويه ودخلت عمق اسرائيل وخدت منهم اسرى واحرجتهم قدام العالم كله، وعايزين دلوقتي يوصلوا للتفاوض، لان المفاوضات معناها ان اسرائيل هتقدم تنازلات مقابل الاسرى. يبقى صاحبك ده اللي عايز يحارب خد ال 200 جنيه دي مني وركبه اول سوبر جيت طالع على سينا، وانا هكلم له الفريق محمد زكي وزير الحربيه يبعت معاه جندي لحد الحدود ويقول له ربنا معاك يا شهيد. وتحيا مصر.